الفيديو ده لكل ام بتحب ولادها بس حاسه ان هي دايما مقصره، وده الاحساس اللي ممكن يخلينا ننهار من جوانا من غير ما ناخد بالنا. كل ام شايفاني دلوقتي عايزاكي تعملي معايا تجربه صغيره. اقفلي عينيكي شويه وخلي دماغك كده تسرح معايا. ايه الصوت اللي بتسمعيه في دماغك كل يوم؟ الصوت اللي دايما بيقولك انتي مش بتعملي كفايه، الامهات التانية احسن منك، اولادك محتاجين اكتر، انتي مقصره. لو الكلام ده مألوف بالنسبه لك يبقى انتي في المكان الصح، عشان النهارده هنتكلم عن اكبر كذبه بتسمعها كل ام في العالم. وعارفه ان كتير منكم دلوقتي ممكن يكون بيقول بس انا بجد مش بعمل كفايه، شوفي الام الفلانيه ازاي وشوفي انا ازاي. بس عارفه الفكره في ايه؟ حتى الام الفلانيه اللي بتقولي عليها دي جوه دماغها نفس الكلام. كلنا جوانا الصوت بتاع الشيطان الصغير ده اللي دايما بيحسسنا ان احنا مش كفايه. والفكره ان الصوت ده مش بس بيخلينا نحس بالذنب، هو بيدمر نفسيتنا وبيأثر على اولادنا وبيخلينا نفضل عايشين في دايره مفرغه من القلق والتوتر. اول جزء هنتكلم عليه النهارده هو ايه الصوت ده وجاي منين. اول حاجه تعالوا نفهم ايه الصوت ده بالظبط. الصوت الداخلي المدمر، وهو عباره عن inner critic، ده اللي علماء النفس بيسموه الناقد الداخلي، او مجموعه من الافكار السلبيه بتيجي في دماغنا تلقائيا، او صوت بيقول لنا ان احنا مش كويسين كفايه، ودايما بيبقى في دماغنا مقارنات مستمره ما بيننا وما بين الناس. الصوت ده بقى بيقول ايه بالظبط؟ عن الاطفال. اول حاجه، ولادك مش منظمين كفايه، مش بتقضي معاهم وقت كفايه، مش بتعلميهم صح، شوفي ولاد فلانه ازاي. تاني حاجه عن البيت، بيتك مش نظيف كفايه، مش بتطبخي اكل صحي، انت مش منظمه على فكره، شفتي بيت جارتك عامل ازاي. تالت حاجه للشغل بقى، عشان الامهات اللي بتشتغل، انت على فكره مش بتركزي في شغلك، شكلك وحش النهارده، انت ما بقيتيش زي زمان. دلوقتي بقى هنتكلم نشوف الصوت ده جاي منين. اول حاجه من المجتمع والثقافه، توقعات الام المفروض تبقى عامله ازاي، صوره الام المثاليه الخارقه في الاعلام، تعليقات الناس والاهل. تاني حاجه من السوشيال ميديا، صور بقى الامهات المثاليه على انستجرام، مقارنات طول الوقت ما بين حياتنا وحياه الناس اللي شايفينها على السوشيال ميديا، منشورات بقى عن الامومه المثاليه. وتالت حاجه التربيه اللي اتربينا عليها، البنت المفروض تعمل ايه، الام الكويسه المفروض تتعامل ازاي، برمجه من واحنا صغيرين على المثاليه والكمال. ورابع حاجه الخوف الطبيعي، خوف كل ام على اولادها، ان عايزه تعمل الافضل ليهم دايما، والحب دايما بيخليها تحس ان هي مسؤوله عن كل حاجه. الجزء التاني اللي هنتكلم عليه بقى ايه ضرر الصوت الداخلي ده. طب ايه مشكله الصوت ده؟ ممكن حد يقول بس ده بيخليني احسن، والله كان بودي بس للاسف ده مش صح. الاضرار النفسيه ايه؟ اول حاجه القلق والتوتر المستمر، دايما عايشه في حاله ستريس، مش بتستمتعي باللحظات الحلوه، دايما حاسه ان في حاجه ناقصه. تاني حاجه الاكتئاب، الاحساس بالفشل والعجز، ثقتك في نفسك بتبقى مهزوزه، الشعور بالذنب المستمر. وتالت حاجه الارهاق الجسدي، التوتر بيأثر على الجسم بشكل سلبي، عدم النوم المظبوط، مشاكل صحيه بسبب الضغط النفسي. ايه بقى الاضرار بتاعت ده على الاطفال؟ واللي كتير ما يعرفوهوش ان عاده الطاقه السلبيه اللي عند الام وتوترها بيتنقل لاولادهم وبيحسوا بيه، فلو هي على طول قلقانه ومتوتره هما كمان هيكونوا قلقانين ومتوترين. مش بيستمتعوا بوقتهم مع مامتهم علشان هي طول الوقت مسحوله جوه افكارها والتوتر اللي هي فيه، وفي نفس الوقت بتكون موجوده بجسمها بس مش بتكون بريزنت. وكمان بيبداوا يتعلموا نفس نمط الحياه، ان لازم البني ادم يبقى على طول مثالي، وان مفيش حاجه كفايه ابدا. ايه بقى اضرار ده على العلاقات؟ مع الزوج بتبقي على طول تعبانه متوتره، مش بتستمتعي بوقتك معاه، ودايما بتحمله مسؤوليه احساسها بالنقص. مع الاصحاب والاهل بتتجنب المناسبات عشان على طول حاسه بالنقص وحاسه ان هي مش كفايه، وبتقارن نفسها بالناس طول الوقت. الجزء بقى الثالث، ازاي نعرف ان دي كذبه. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعرف ان الصوت ده كذاب. اول دليل ان كل الامهات بتحس الاحساس ده وبتسمع نفس الصوت. لو انت فعلا حاسه انك مش كفايه، فكل الامهات اللي في العالم برضو سبحان الله بيبقوا مش كفايه زيك. الام اللي انت معجبه بيها وحاسه ان هي مثاليه، هي جوه دماغها صدقيني نفس الصوت. وده اثبات ان المشكله مش فيكي انت، المشكله في الصوت نفسه. تاني دليل، ولادك في الاخر بيحبوكي، شوفيهم لما يحصل لهم مشكله وبيجروا عليكي، شوفيهم وهم نايمين جنبك بالليل وحاسين ان هم مطمنين، دي علامات انك ام كويسه مش مقصره. الدليل الثالث، انت حقيقي بتعملي كتير. خلينا نعد مع بعض انت بتعملي ايه في اليوم الواحد. بتصحي، بتلبسي، بتاكلي، بتنظفي، بتعلمي، بتلعبي، بتغني، بتحكي قصص، بتحضني، بتبوسي، بتصلي. الليست طويله جدا، ولو حد اصلا هيجي يعمل كل الحاجات دي هياخد فلوس كتيره جدا. الدليل الرابع بقى، مفيش حد مثالي، كل الناس عندهم نقص او اخطاء، مفيش حد مثالي، الكمال اصلا لله.
والكمال مش مطلوب ولا ممكن ولا ليكي ولا لولادك. ولادك محتاجين ام حقيقيه مش ام مثاليه. والدليل الخامس، المقارنات مش عادله، كل حد ظروفه مختلفه، وكل ام بتشوفيها ومبسوطه بيها او شايفه ان بصي عامله ازاي وانا لا، ممكن يكون عندها جوه بيتها في ظروف تانية بس مش مبيناها على السوشيال ميديا. محدش يعرف حياه الناس الداخليه غير هم. الجزء الرابع بقى، ازاي نسكت الصوت ده. دلوقتي تعالوا نشوف الحلول العملية. أول حاجة لازم تعترفي بوجود الصوت، يعني لازم تعترفي إن هو موجود وما تحاربيهوش وما تتجاهليهوش، وتقولي لنفسك أنا عندي صوت داخلي بيقولي إن أنا مش كفاية. الخطوة التانية بقى إن نبدأ نتحدى الأفكار دي. لما الصوت يقولك أنت مش بتعملي كفاية، اسأليه الأسئلة دي، إيه الدليل على كده؟ هو ده حقيقي ولا مجرد شعور؟ لو صاحبتي قالت لي نفس الكلام على نفسها هقول لها إيه؟ الخطوة الثالثة بقى، اعملي ليست أو قائمة بإنجازاتك. كل يوم اكتبي 3 حاجات كويسين عملتيهم. مثلا حضنت ابني لما كان زعلان، عملت أكل في البيت، ساعدت ابني مثلا في الواجب بتاعه. أي حاجة مهما كانت بسيطة ومهما كانت مكررة بس بتعمليها كل يوم. الخطوة الرابعة، غيري كلامك مع نفسك. بدل ما تقولي أنا مش بعمل كفاية، قولي أنا بعمل اللي أقدر عليه. بدل أنا أم فاشلة، أنا أم بتتعلم وبتحسن من نفسها كل شوية. بدل ولادي محتاجين أكتر، لا، ولادي محتاجين أم سعيدة مش مثالية. الخطوة الخامسة بقى، حددي أولوياتك. يعني مش كل حاجة مهمة بنفس الدرجة، حددي 3 أهداف أو 3 حاجات مهمين وفعلا ركزي عليهم، وسيبي الدنيا تمشي زي ما تمشي. والخطوة السادسة، اطلبي المساعدة. ما تفضليش شايلة كل حاجة انت على كتافك من غير ما تطلبي مساعدة. اطلبي مساعدة من جوزك، من أهلك، من صحابك، من جيرانك، من أي حد فعلا يقدر يساعدك. مفيش حد بيقدر يعمل كل حاجة لوحده. الخطوة السابعة، قارني نفسك بنفسك مش بحد تاني. يعني شوفي نفسك السنة اللي فاتت في نفس الوقت كنت عاملة ازاي، وشوفي السنة دي التطور اللي انت عملتيه وحسي بيه، وده المقياس الوحيد المهم لنفسك. الخطوة الثامنة، اعملي حاجات تسعدك. لما بتبقي سعيدة الصوت السلبي ده اللي جوه دماغك بيقل. حاولي تعملي لنفسك حاجة كل يوم تكوني بتحبيها ولو 10 دقايق. الجزء بقى الخامس، رسائل مهمة. قبل ما نخلص عايزة اقول لكم شوية رسائل مهمة. الرسالة الأولى، انت كفاية، زي ما انت كده انت كفاية، مش محتاجة تبقي مثالية علشان تبقي أم كويسة. الحب اللي جواكي لولادك أهم من أي حاجة تانية. الرسالة التانية، ولادك محتاجين أم سعيدة، مش محتاجين أم محتاجة تعمل كل حاجة بنفسها، محتاجين أم راضية عن نفسها، محتاجين أم تكون بتحبهم من غير الشعور بالذنب. الرسالة الثالثة، الكمال وهم، مفيش أم مثالية في العالم، كلنا بنغلط وبنتعلم وبنحسن من نفسنا، ده طبيعي وعادي جدا. الرسالة الرابعة، انت مش لوحدك، كل أم بتمر بنفس الشعور، ودي رحلة الأمومة. مفيش عيب انك تحسي بكده أو انك تطلبي مساعدة. النهاية عايزة أقول لكم إن الصوت اللي بيفضل يقول لكم انتوا مش بتعملوا كفاية ده كذاب. انتوا بتعملوا أكتر من كفاية، انتوا فعلا أمهات هايلين وبتبذلوا كل المجهود اللي عندكم عشان تحبوا ولادكم وتربوهم مظبوط. والاهم من كده انكم تكونوا سعداء وراضيين عن نفسكم، لان ده هينعكس على ولادكم بشكل ايجابي. من النهارده كل ما الصوت ده يجي في مخكم وتسمعوا الحاجات دي، وقفوه وقولوا لنفسكم لا، انا كفايه وبعمل اكتر من الطبيعي. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه الجمله اللي دايما بتجيلك اللي الصوت الداخلي بيقولها لك. اكتبي 3 حاجات كويسه عملتيهم النهارده. شاركوا الفيديو مع اي ام محتاجه تسمع الكلام ده. لو الفيديو ده فعلا ساعدكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. عايزاكم دايما تفتكروا قد ايه انتوا امهات رائعات وبتعملوا زياده واكتر كمان. اشوفكم في الفيديو جاي ان شاء الله.